السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدنا إليكم من جديد في جولة رياضية مميزة لنستعرض أبرز المستجدات والأحداث التي شغلت الساحة الكروية مؤخرا. بادو الزاكي: الكاف لم يمنحني فرصة التصويت وأكشف المستور. في تصريحات أثارت الجدل، كشف بادو الزاكي أسطورة الكرة المغربية والحائز على الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2086 عن خفايا خسارة النجم المغربي أشرف حكيمي لجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2024 التي ذهبت للمهاجم النيجيري أديمولا لوكمان. جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافته مدينة مراكش، وشهد استياء واسعا في الأوساط الرياضية المغربية. في مقابلة مع إذاعة راديو مارس، صرح الزاكي قائلا: كنت أتمنى أن يفوز حكيمي بالجائزة، فهو لاعب استثنائي وأفضل ظهير أيمن في العالم، لديه مستقبل كبير وسيبقى مرشحا دائما للتتويج. ومع ذلك، أضاف الزاكي أن عملية التصويت شابتها مشكلات أثارت شكوكه، حيث قال: واجهت عراقيل خلال التصويت، وبرغم تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، أعتقد أن هناك من قام بالتصويت نيابة عني. وأشار الزاكي إلى أن غياب الشفافية كان ملحوظا مع عدم نشر قائمة المصوتين النهائية، مما فتح باب التساؤلات. وعن فوز لوكمان بالجائزة، أوضح: الأرقام الجماعية كانت لصالحه مقارنة بحكيمي، ولكن ذلك لا ينفي أحقية الأخير في المنافسة والتتويج مستقبلا. تصريحات الزاكي سلطت الضوء على آليات التصويت في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفتحت نقاشا واسعا حول مدى نزاهة الاختيارات في جوائز الكرة الإفريقية.